خدتي الاجازه خلاص اللي انت كنت مستنياها من سبتمبر اللي فات؟ ارتحتي من اللانش بوكسز، من الجري وراهم علشان يناموا، وانك تصحي الصبح من بدري عشان تصحيهم؟ طب احكي لي بقى دلوقتي عن مشاكلك عامله ازاي. بتصوتي وتصرخي طول اليوم بتقولي ايه؟ يا حبيبي سيب التليفون، كفايه بلاي ستيشن، روح بدري، اصحى بدري، ما ينفعش كده، اليوم بيروح مش بنعمل فيه اي حاجه مفيده. متغاظه ومتضايقه، حقك تكوني متغاظه ومتضايقه، لانه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولان هم لسه عايشين في بيتي بغض النظر هم عندهم كام سنه، لازم انا اكون مسؤوله عن اني اوجههم ناحيه الاختيارات الصح في الحياه. ولكن احنا في غلطه انا وانتي بنعملها دايما واحنا بنربي ولادنا، ان احنا بنبقى شايفينهم، شايفين اللي احنا شايفينه، عارفين الصح اللي انا وانتي عارفين ان هو صح، ومتخيلين ان هم كمان عارفين ان هو صح، بس مش عايزين يعملوه او مكسلين عليه. وده حقيقي، هم عشان هم اصلا عندهم بلادة، بس الحقيقة بتقول ان هم لسه ما عندهمش البنزين الكافي ان هم يتخطوا الملهيات والحاجات اللي بتعمل لهم سعادة لحظية سريعة، زي الدوبامين اللي بيجي من السوشيال ميديا والجيمنج والموبايلات والكلام ده كله والتلفزيون. كل ده تعبنا احنا، لانه مفيش نتيجه مهما انا اقعد اتكلم واوجه واقول يا حبيبي لازم تعمل كذا ولازم تعمل، ومحاضرات محاضرات محاضرات، لا. انا بقى عايزه اقولك دلوقتي، لو ضميرك وجعك ومتضايقه ان وقتهم بيضيع في اللاشيء، آه، بتروحي شغلك وبتسيبيهم، فعايزه تطمني ان هم بيعملوا حاجه مفيده، بتنزلي تعملي مشاوير، حتى لو انت قاعده في البيت بس هم برضو مفيش فايده قاعدين ماسكين التليفونات ومش عايزين يعملوا حاجه مفيده. كل ده يحركك ناحيه حاجه خليني اساعدك بيها دلوقتي، هو انه عايزين نلبس كده عقليه المدرسه. المدرسه بتعمل ايه في ولادنا؟ بينزلوا شهر سبتمبر يلاقوا فيه جدول حصص محطوط لهم، هل ليهم رأي في الجدول اللي محطوط؟ لا، ما لهمش رأي. هل المدرسين تمام ليهم رأي في الجدول اللي محطوط؟ لا. لكن هم المدرسين وولادنا كطلبة في المدرسة بيلتزموا بالجدول اللي محطوط، بيروحوا في ميعاد وبيحضروا الحصة، بيروحوها متقدرين، بيروحوها مبسوطين، المهم ان هم بيروحوها وبيحضروها بيخلصوا اليوم الدراسي ويروحوا مع السلامه. نفس الكلام برضو احنا محتاجين نعمله، لو احنا عايزين نطلع من ولادنا من يومهم حاجات مفيده يعملوها، ضميري يرتاح واحس ان انا عملت اللي عليا، وفي نفس الوقت هم استفادوا واتعلموا يعني ايه اداره وقت، اتعلموا يعني ايه ان النفس اللي خارج ده هنتحاسب عليه، مفيش حاجه اسمها ان انا مقضي اليوم كله في الهبلولي. فانا كمان محتاج بالاتفاق معاهم، وتحت كلمه بالاتفاق معاهم دي 60,000 خط، بالاتفاق معاهم هنحط جدول لليوم، امرن في الجدول ده. انا عارفه ان احنا في صيف وان احنا ممكن نسهر شويه، معلش ممكن نسهر متاخر، تمام مفيش مشكله، كله بالاتفاق. اهم حاجه ان اللي اتفق عليه انفذه، بس بغض النظر عن الرحرحة وانه اليوم بيبقى فيه ماشي بالراحة وسلس اكتر عن يوم المدرسة، لازم يكون فيه جدول واضح لليوم. يا حبايبي احنا مثلا عندنا تمرين، عندنا قراية، عندنا حفظ قرآن، عندنا زيارة اجتماعية، عندنا بنخرج مع اصحابنا، عندنا بنقضي وقت مع بعض، عندنا وقت بنعمل فيه حاجات مهمة في البيت. على فكرة ما احنا ممكن البيت ده نروقه ممكن ننظفه، ممكن نساعد بعض فيه. كل اللي انت نفسك تعمليه وان هم يتعلموه في الدنيا وهم لسه في حضنك وجوه بيتك، حطيه في جدول بالاتفاق معاهم وامشي عليه، التزمي انت وهم عليه. وعلى قدر الالتزام هتيجي الامتيازات، وعلى قدر الالتزام هيبدأوا يحسوا ان للحياة معنى ولذة مختلفة عن اللي بتيجي من مسكة التليفون. الموضوع مهما قعدت اقول له سيب التليفون عمره ما هيسيبه، لكن لو بالراحة كده قللت وقته وبدلته ومليت يومه بحاجات تانية مفيدة، مع الوقت والاستمرارية هيبدأ يبقى جوه دماغه يتكون مسارات عصبية جديدة ناحية أنشطة وممارسات وتصرفات في الحياة جديدة، تعلمه إنه إيه ده في حاجات تانية في اليوم ممكن تتعمل. ففي اللحظة اللي حتى فيها ممكن ينتكس شوية ويرجع يمسك التليفون، هيزهق منه أسرع. بس كلمة السر في اللي أنا بقوله ده كله صدقيني هي الاستمرارية. وطبعا ان احنا محتاجين ننشف زي ما المدرسة تبقى ناشفة قوي كده على الولاد، حتى علينا احنا كمان. كل صيف وانتوا طيبين.